اهلا وسهلا بكم متابعينا في هذا اللقاء التواصلي على برنامجكم مجلة سبور. من خلال هذا البرنامج دائما نواكب ونناقش اخر الاخبار والمستجدات الرياضيه. فإلا كنتي كتشوفنا عبر منصه اليوتيوب فما تنساش انك تابونا معنا في هذه القناه وتدعمنا بزر الاشتراك وتعطينا شي تعليق حول هذه الاخبار. بقوا معنا وراء هذا الفاصل. عادت بعثة نادي فيتا كلوب مساء أمس الثلاثاء إلى مدينة برازافيل الكونغولية استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. وحط فيتا كلوب رحاله بالكونغو بعد هزيمته أمام شبيبة القبائل للجزائري ب2-1 لحساب رابع جولات دور مجموعات عصبة الأبطال. وضمت بعثة النادي الكونغولي 24 لاعبا، بينما بقي الثنائي فريرو سانوتي موبيلي في الجزائر على أن يلتحق بالفريق اليوم الأربعاء. ويستقبل فيتا كلوب ضيفه الوداد الرياضي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب ألفونسو ماسامبا انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال. يرتقب أن تشهد صفوف فريق الجيش الملكي غياب لاعب مميز خلال المباراة التي ستجمعه مساء يومه الأربعاء بنظيره الاتحاد الليبي بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب ذهاب الدور الأول من البطولة العربي. ومن المنتظر أن يغيب عن الفريق العسكري اللاعب دينيس بورغيس الذي يعاني من بعض الانزعاج على المستوى العضلي. ويسعى الطاقم الطبي للفريق إلى تأهيل للاعب المذكور ليكون جاهزا للمواجهة الحاسمة أمام فريق بيراميد المصري المقررة يوم الأحد المقبل. وسيواجه أبناء المدرب داكروس فريق بيراميد المصري يوم الأحد 19 من مارس الحالي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. كشف مصدر مطلع حقيقة الأخبار التي رجت في الساعات الأخيرة حول استقالة عزيز البدراوي من رئاسة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم. ونفى المصدر نفسه الأخبار التي رجت في الساعات القليلة الماضية مؤكدة أن البدراوي مستمر في رئاسة النادي الأخضر. وكان عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء يفكر الأسبوع الماضي في الاستقالة من رئاسة النادي الأخضر قبل أن يتراجع عن ذلك بعد مشاورته مع مكونات القلعة الخضراء. تجدر الإشارة إلى أن عزيز البدراوي تم انتخابه رئيسا لفريق الرجاء الرياضي في شهر يوليوز الماضي، وذلك لخلافة الرئيس السابق أنيس محفوظ. يفتتح نادي الجيش الملكي يومه الأربعاء مشواره في منافسة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال عندما يستقبل ضيفه الاتحاد الليبي برسم ذهاب الدور الأول من البطولة العربية. ويدخل الفريق العسكري مباراة اليوم وعينه على تدشين رحلته في البطولة العربية بانتصار على أرضه وأمام جمهوره لتسهيل المهمة في لقاء الإياب. وبالمقابل يطمح النادي الليبي للعودة بنتيجة إيجابية تعبد له الطريق صوب الدور الموالي من بطولة الأندية العربية البطلة. وأجرى المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء. فإلى هنا متابعينا الكرام ينتهي هذا اللقاء من هذه النافذة. ما سخيناش بكم أكيد، لكن ما غنغيبوش عليكم وغادي نتلاقاو من دابا واحد لقاء آخر اللي ما يكونش بعيد بزاف ونحن نناقش آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. فمالك إلا تابونا معنا في هذه القناة إلا كنتي من عشاق المستديرة. دمتم في رعاية الله.